فين مرحبا في ايكو بالدارجه. في هذا الفيديو غادي نهضروا على السكين كير اللي شحال هادي ما هضرنا عليها. ما نزيدش نضيع لك وقتك، ندوزو لاول حاجه غادي نبداو بها واللي هي نغسل وجهي بالماء دافي. ما يكونش الماء سخون بزاف وما يكونش بارد، يكون دافي في الوسط. علاش؟ حيت الماء دافي كيساعد باش تفتحوا المسام، اما الماء السخون كينشف البشره والماء البارد كيسد المسام. اذا دابا غادي نستعمل الماء دافي باش نفتح المسام ديال وجهي. من بعد غادي ناخذ الصابون للوجه ديالي، وهذه ملاحظه مهمه، وجهي خصو يبقى رطب وما ينشفش قبل ما ندير ليه الصابون. غادي ندير كميه مزيانه من الصابون ونبقى نحك وجهي اللي باقي ديجا فازق من الماء. وهذه نقطه اخرى مهمه نقولها لك، الا بغيتو تهتموا بالبشره ديالكم مزيان خاصكم تغسلوا يديكم قبل ما تمسوا وجهكم. يديكم كيكون فيهم واحد البكتيريا، وهاد البكتيريا تقدر تسبب لكم حب الشباب، لا شي حبوب اللي دير لك الحكه، وحتى شي حساسيه، وبزاف ديال المشاكل اللي ماشي زوينين للبشره ديالك. اذا غسل اليدين ضروري قبل ما نقيس وجهنا. دابا غادي نشرح لكم شويه على المنتج اللي كنستعمل. الصابون اللي كنستعمل هو منظف ومرطب خاص بالبشره الجافه والعاديه، كيساعد بزاف على تنظيف البشره وترطيبها. اما الا كان عندك بشره فيها حب الشباب كاين صابون اخر فيه حمض ساليسيليك اللي كيساعد بزاف على المحاربه ديال حب الشباب. هذا المنتج اللي كنستعمل انا وهو مزيان بزاف الا بغيتو تغسلوا البشره وتعتنيو بها. ومن بعد ما كنغسل وجهي بالصابون كنكمل العمليه ديال غسل الوجه ديالي بالماء البارد. وقلت لكم في الاول علاش الماء البارد مهم، حيت كيساعد باش يتسدوا المسام وكيرطب البشره وكيعطي البشره ديالكم مظهر ناعم وزوين. دابا غادي نحتاج منشفه اللي تكون نقيه وواحد المنديل ورقي. والملاحظه ما تحكوش وجهكم اولا تنشفوا بطريقه عنيفه، حيت هذا الشيء يقدر يسبب لكم الحكه اولا الحساسيه كما قلت لك في الاول، خصوصا اللي عندهم بشره حساسه بحالي. خاصكم حتى تنشفوا وجهكم غير بطريقه بشويه عليها، يعني غير طبطبوا كما كنقولوا على الوجه باش ينشف. ومن بعد غادي دير كريم مرطب على الوجه ديالك. انا كنستعمل هذا من نفس العلامه التجاريه اللي وريتك قبيله، هو اللي كيرطب البشره مزيان وكيعاونها باش تبقى ناعمه. خذ كميه مزيانه منه وديرها على وجهك. وفي الاخر ما يمكنش تنسى الشنايف. انا شخصيا كنستعمل واحد البلسم ديال الشنايف باش يبقاو رطبين وما يتقشروش، خصوصا في هذا الفصل. وهو الروتين ديال البشره. الا تبعتي هذه الخطوات اللي عطيتك غادي تشوف واحد الفرق كبير في البشره ديالك. هادشي كامل ماشي اعلان، غير نصائح من القلب. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو ارائكم معايا وتقولوا لي شنو بغيتو نديرو في الفيديوهات الجايين. تهلاو.